اسمع دي، واحد بيتكلم على السوشيال ميديا وبيقول اللي هيشتري في المشروع ده واللي هيشتري في المشروع ده هيعمل ارباح 200% و300%. هل فعلا كلامه صحيح؟ انا مش معترض ولا هقول ان كلامه غلط، هو كلامه صح وغلط في نفس الوقت، لكن مع شويه تفاصيل زياده لازم نوضحها للمستثمر او اللي هيشتري. صح انك ممكن تعمل ارباح لكن على راس المال المستثمر مش على ثمن العقار الاجمالي. اما اذا كنت عاوز تحققه على كامل ثمن العقار فلازم تضيف كمان عامل الوقت للمعادلة. هديك مثال، إذا العقار ثمنه مليون درهم ودفعت المقدم بتاعه 20% يعني 200,000 درهم، ودفعت عليهم ال 4% مصاريف التسجيل عشان تاخد عقد الملكية قبل الدفعة اللي بعدها عشان تقدر تبيع. العقار دلوقتي ثمنه مليون درهم انت اشتريته، لكن سعره في السوق بقى 1,200,000 درهم، يعني عمل أرباح 200,000. انت دفعت 200,000 مقدم وكسبت 200,000، يعني انت عملت أرباح 100%. قيمة ال 100% اللي انت عملتها دي انت عملتها على قيمة راس المال المدفوع مش على ثمن العقار. مع العلم انك لازم تعرف المشتري انه لازم يدفع دفعه قبل ميعادها عشان مفيش مطور هيرضى يعطيك NOC شهاده عدم الممانعه للبيع قبل ما تكون دفعت 30% من ثمن العقار. وقيس على كده، كل ما زودت عدد الوحدات زادت ارباحك. يعني لو اشتريت 2 يونتس شقتين ودفعت منهم 20% و20% وكسبت من هنا 200,000 و200,000 يبقى انت كسبت 400,000. اما اذا اشتريت عقار ثمنه 5 مليون ورجعت بعته ب6 مليون يبقى انت كسبت مليون على المليون اللي انت كنت دافعه. ده بيحصل في سنة او 2. مع العلم انه حصل في مشاريع كتيرة جدا في دبي، لكن ده كان بره المنهج، وهي دي الطفرات اللي محدش بيقدر يتوقعها. انما الطبيعي واللي مضمون بنسبة 100%، وانا اقدر اأكد لك على ده، ان العقار بيحصل له تضخم سنويا 10%، مع انك ممكن تعمل ايجار من 8 ل 10% كل سنة. يعني في ال5 سنين العقار لو ثمنه زاد اقل شيء 50% مع عوائد ايجارية كمان 50% من ثمنه، يعني انت حولت المليون درهم ل 2 مليون درهم في 5 سنين. وقيس على كده كل شيء. عشان تاخد قرار شراء لازم يكون معاك مستشار شاطر وفاهم وواعي. لو محتاجين استفسارات او اي استشارات اتصلوا بينا او ابعتوا لنا على الواتساب. شكرا.